ده انت غافل وشايف نفسك شيخ. شايفين المصيبه؟ انا غافل وشايف نفسك راجل بتاع ربنا. مصيبه. يبقى تطالع غفلتك، تشوف جنايتك، مصيبتك انك مضيع عمرك. يا شيخ انا ما بعملش حرام، اقول لك دي مصيبه تانية انك ما تعرفش الحرام، لان مفيش حد ما بيعملش حرام. مفيش حد ما بيعملش حرام. فكونك ما بتعملش حرام انت شايف نفسك ما بتعملش حرام، ما هو مين اللي ما بيعملش حرام؟ يا مين؟ ما انت كده معصوم. في ناس بتعمل كبائر وهي مش عارفه انها بتعمل كبائر، عادي جدا. في ناس بتعمل كبائر من اكبر الكبائر. انا ما بهزرش. في ناس بتقع مش في كبيره، في كبيره من اكبر الكبائر. ويمكن قبل ما يجي الدرس امه بتقول له راح مشوح لها، على صوته فيها. والاخ فلان وجزاك الله خيرا هو رايح المسجد وقعد من المغرب للعشاء، وهو نازل من بيته عامل كبيره من اكبر الكبائر. ويجي هنا يقول لك ايه يا شيخ ما فيش حاجه حرام. وقد يكون هذا خلاص يعني طرد من رحمه الله عز وجل، يعني خلاص يعني ختم عليه بقى خلاص. ده ايه؟ بزعقته في امه دي ولا بتشويحته لابوه ولا انت ايه اللي يامنك؟ في واحد عادي جدا بيدخل ينام ويظبط المنبه 7 الصبح عشان عنده الشغل الساعه 8. مبروك، انت قايم على كبيره من اكبر الكبائر اللي هي ايه؟ ضيع صلاه الفجر. وقت الفجر لغايه الشروق ضيع صلاه الفجر عمدا، مش مثلا ظبط المنبه وعمل اللي عليه وما صحيش، لا ده ظبط بعد الشروق. ويجي في الدرس يقول لك ايه انا ما بعملش، الحمد لله ما بعملش حاجه حرام، الحمد لله. امال ايه الحرام يعني؟ لو ده مش حرام يبقى فين الحرام؟ يبقى نشوف جناياتنا يا جماعه. ده ثاني اليقظه.